اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كبسة بالفراخ. هنا انا حطيت شوية زيت في الحلة، وحطيت عود قرفة وحبهان، وهحط ورق لورا، وحطيت اللي هو القرنفل او المسمار زي بلاد كتير ما بتقول عليه. هشوحهم شوية كده، وبعد كده هنزل بالفراخ علشان اديها صدمة. هنا نزلت بالفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا جايبة فرخة واحدة كبيرة ومقطعاها زي ما انتوا شايفين كده، فانتوا بقى على حسب العدد بتاعكم هتجيبوا الفراخ على حسب العدد. انا كده هديها صدمة، هقلبها تقليبة الاول علشان تقفل كل المسام بتاعتها. والصدمة دي كمان لما بتحمري الفراخ شوية بتخلي ليها طعم حلو. انا كده هقلب اهوت علشان تاخد صدمة من كل الجهات بالطريقة دي. طبعا كل سنة وانتم طيبين، عيد الأضحى على الأبواب، كل عام وانتم بخير. إن شاء الله ربنا يسعدكم يا رب العالمين، ويسعد أولادكم، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. وإن شاء الله العيد يجي علينا بالخير واليمن والبركات علينا وعلى أمة محمد وعلى الناس أجمعين يا رب العالمين. وهنا بقلبها زي ما انتم شايفين كده، تاخد صدمة من كل الجهات زي ما انتوا شايفين معايا. ممكن كمان تعملوها بلحمة، يعني تبدلوا الفراخ باللحمة، يعني هتبقى هي بس بدل الفراخ لحمة، على حسب المتوفر عندكم. اهو بالطريقة دي. دلوقتي انا بقى هجيب البهارات دي، بهارات الكبسة. طبعا بتتباع في اي مكان، سوبر ماركت او في المحلات الصغيرة، برضو العلافة بتتباع. بهارات الكبسة معروفة. انا هنا بقى بحط السبايس كله ده كاري. الكاري كمان بيديها طعم جميل قوي زي ما انتوا شايفين معايا. ودوت كركم علشان يخلي لونها اصفر، لما اعمل الرز يبقى لونه اصفر. وانا هنا بحط فلفل زي ما انا بوريكم دلوقتي. الفلفل الاسمر بحطه برضو شوية زي ما انتوا شايفين معايا. دي الازازة دي منها مطحنة على طول، الفلفل جواها حصى حب يعني، وبتطحن على طول. حطيت شوية ملح، وكمان هحط برضو مرقة. المرقة كمان بتخلي الاكل طعمه حلو وبتديله طعم. هقلب تقليبة وبعد كده هبقى احط المرقة. شفتوا بقى لونها اصفر وجميل ازاي من الكركم والكاري كمان. حتى لو حطيت كاري لوحده وما عندكش كركم وحطيتي كاري هيخليها برضو لونها اصفر. الرز هيخليه اصفر برضو. ولو ما عندكش كاري وكركم برضو هيبقى كويس، حطي برضو كركم. هنا بقى بحط اهي المرقة زي ما انتوا شايفين كده معايا. وادي اللومي اللي هو الليمون الناشف. ومعايا هنا طماطمية واحدة انا مقشراها ومقطعاها كده مربعات او مكعبات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احط كمان يعني معلقه الا ربع صلصه كده، وهقلبها تقليبه حلوه بقى مع بعض، وتشرب بقى من التوابل والصلصه والطماطم اهو. انا كده بقى بقلبها تتشوح تشويحه حلوه اهيت. واروح بقى نازله عليها بميه سخنه عشان تستوي فيها، والميه ديت اللي هتبقى برضو للرز اهو زي ما انتوا شايفين معايا.
هحط بقى المية. طبعا مش مية كتير، هي مية مقدار ما هتسويلي الفرخة. ولما اجي احط الرز بتاعي هزود، لو عايز مية زيادة هزود على حسب بقى الرز اللي انت جايباه. اهو، اهي كده بقى خلاص، اهي داخلة في السوا، بتغلي معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ما تنسوش اليومين دول الإذكار والاستغفار والله أكبر والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والتسبيح بلا إله إلا الله والاستغفار كتير وطلب الستر من الله سبحانه وتعالى ليك ولعيالك ولعيلتك وللناس أجمعين. إن شاء الله دعانا ربنا يتقبله في هذه الأيام المباركة بإذن الله إن شاء الله. ودايما تدعوا كتير الأيام دي. كده أنا الفراخ بتاعتي استوت، هطلعها بقى. أنا كنت طافية عليها لغاية لما أجي أعمل الرز عشان يبقى سخن. أنا بقى هطلعها كلها علشان بعد ما أطلعها هحطها في الفرن تتحمر. والمرقة ديت، السائل ده اللي هعمل فيه الرز بتاعي. طبعا انت لو مش عايزاها لونها احمر وعايزاه اصفر، هتستغني عن الطماطم وهتستغني عن معلقه الصلصه اللي انا حطيتها. يعني هتحمري الفراخ بالبهارات كلها اللي احنا حطيناها، وبعد كده هتحطي الميه على طول لغايه ما الفراخ تستوي، وبرده تشيلها بنفس الطريقه، وهتحطي الرز. هتبقى كده السائل ده هيبقى لونه اصفر مش احمر. فده على حسب رغبتك انت. عايزاه اللون الاحمر هتحطي الطماطمايه والصلصه، عايزاه اصفر مش هتحطي ولا الطماطم ولا الصلصه، هتستغني عنه. وبرده بتبقى جميله وحلوه، لان في ناس ما بتحبش الصلصه في الحاجات في الاكل كتير. هنا بقى دي الفراخ بتاعتي هحطها بقى في الفرن، تاخد لها ايه تحميره حلوه كده ولون جميل. انا هنا بوريكم بقول لكم ان البهارات دي زي ما هي سيبها، بس هطلع بس الحبهان علشان الحبهان ممكن ايه ما يبانش في وسط الرز، فما بيبقاش طعمه ظريف كده لما بيجي لما بتيجي تندغي مع الاكل. اللومي موجود وكله موجود. هنا بقى انا معايا مقدار الرز بتاعي هحطه اهوت، وهشوف بقى مقدار السائل بتاعي، هحط شوية مية تاني ولا لا. انا هنا هزود مية لان ده كده محتاج مية. انت بقى على حسب الرز بتاعك، انت طبعا بتبقى عارفة ومجربة قبل كده. والاكلة دي بتبقى بسم الله ما شاء الله جميلة قوي ومحبوبة وسهلة وسريعة. يعني لو عندك رز وعندك هياكل ممكن تعملي بيها عادي، تحطي الهياكل وتعمليها بنفس اللي انا بعمله، اللي هي الاجنحة يعني بوراك بس بدبابيس، يعني على حسب اللي عندك. ممكن تجيبي لو عندك صدر فرخة هتقطعيه برضو وتعمليه بنفس الطريقة. انا كده عملت الرز بوريهولكوا اهو، بغرفه دلوقتي. شايفين بقى هو لونه ايه؟ يعني مش احمر قوي. وقلت لكم زي ما قلت لو عايزين مش عايزاه احمر هتستغني عن الطماطم وعن معلقه الصلصه. انا هنا اهو بغرف بقى الرز في صينيه زي ما انتوا شايفين معايا، هو لسه سخن البخار بيطلع منه. وادي الفراخ بعد ما اتحمرت وخدت اللون الذهبي الجميل ده. ما تنسوش يا جماعه الدعاء والاستغفار الكتير وطلب الستر من ربنا سبحانه وتعالى. الايام دي ايام مفترجه وفيها نفحات من عند الله سبحانه وتعالى. اهو انا كده رصيت اهي الفرخه بتاعتي بسم الله ما شاء الله. دي فرخه واحده. انا كان عندي شويه لوز قشرتهم وحمرتهم وعملتهم كده بالطريقه دي وزوقت بيها. ممكن انت مش لازم لوز، انت لو عندك شويه بقدونس كده وقطعتيهم وزوقتي بيهم هتبقى في منتهى الجمال وحلوه. يعني مش شرط اللوز والحاجات دي، لا مش شرط. انا لو عندي بقدونس كنت هحط شويه بقدونس. ادي كده الكبسة بتاعتي، ويا رب تعجبكم. ما تنسوش تعملوا شير واشتراك للقناة
عشان يوصل لكم كل جديد. وإن شاء الله يا رب تاكلوها بالهنا والشفا للي ياكل، وإن شاء الله لما تعملوها تلاقوها سهلة وجميلة وسريعة. ادي الطبق معايا زي ما انتوا شايفين، وكل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.